شكرا السيدة الرئيسة. لم أبدأ خطابي السيدة الرئيسة ولم أفهم لما بدأ الوفد الجزائري بالتهجم علي. إذن أواصل. لذلك نرى من أن المتحدث قد أخطأ العنوان، ونلتمس منكم سيادة الرئيس اتخاذ التدابير لفرض التقيد بمصطلحات والتسميات الرسمية. الحركة من أجل تقرير القبائل لمصيرها منطقة. أرجو منكم أن تلزموا الصمت، ومن يريد التحدث فليتحدث خارج القاعة. حركة من أجل تقرير المصير. السيد الرئيس، السادة المندوبون للشعوب والأقليات، كابن لمنطقة القبائل، نحن يقال أننا من الأقليات حتى وإن كان عددنا 12 مليون شخص في الجزائر، ونحن سعينا إلى التعديل والإصلاح هذا البلد من أجل الحاكمية الرشيدة، لكن للأسف لم يحدث مثل ذلك، ومنطقة القبائل تعيش تحت الحكم العسكري وكافة الحريات معلقة، والجميع يعيش والخوف في داخله من التوقيف والتعذيب. ومنذ عام 2021 كل أبناء القبائل يعتبرون جماعة من الإرهابيين، وهناك إبادة تطالهم وتتواصل تباعا، وهؤلاء يدفنون أحياء ويتهمون بأنهم مجرمين. وكم من قبيلي بريء حكم عليه بالإعدام، وآلاف في عمليات التوقيف والتعذيب طالت وهناك أكثر من 100,000 قبيل من أبناء القبائل في السجن، واستغلال الثروات الطبيعية مبرمج في فتح حمزان في المنجم للزنك في مدينة أصبحت عسكرية، وفي قرب منطقة بوجي ومقيس في بجاية على المتوسط. اسمحوا لي أن أنهي بياني في الوقت الذي يعيش فيه السجناء والمحكومون بالإعدام، ويحول النظام الجزائري يحرم هؤلاء من الإعراب عن آلامهم، ونعمل من أجل تقرير المصير. أرجو توقيف الفيديو. الرجاء الامتناع عن التصويت، عن التصفيق في القاعة. هناك نقطة نظام. الممثلية الدائمة للجزائر. طلبنا نقطة نظام اتساقا وطلبكم في مداخلتكم الافتتاحية، تكراركم مرارا بضرورة التركيز في المداخلات على الموضوع محل النقاش من جهة، واستخدام مصطلحات الأمم المتحدة من جهة أخرى. هذا المحفل الأممي التعاوني يجب أن يبقى منبرا للحوار البناء، وأن لا يستغل أو يساء استخدامه للتهجم على البلدان وقيمها وسياساتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الترابية وفق ما نصت عليه لوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبالتالي نشدد من جديد على ضرورة التقيد بالمصطلحات وتسميات الأمم المتحدة. لذلك نطلب منكم بأن يمتنع فورا عن استخدام هذه المصطلحات وهذه المزاعم الانفصالية الواهية، والامتناع عن تسييس المنتدى بما يبعدنا عن أهدافه الحقيقية. إذا نقطة النظام طرحت أو أخذت في الحسبان. ديجيتال ميديا قبيل، إذا المنظمة القبيلية وسائل الإعلام الرقمية. منذ سنوات النظام الجزائري يشعل الرعب يخيم على بلاد القبائل بعد مجازر 2001 على يد الدرك. تتواصل الإبادة حيث فقدنا 357 شخصا، حرقوا أحياء وآلاف الهكتارات حرقت،
وتلا ذلك سجن لمئات القبائليين، و54 أدينوا بالإعدام في محاكمة صورية، وفي محاولة منه للقمع الثقافي يهدد النظام بالسجن وبالاغتيال. وإن التعريب الجائر لشعب عمره آلاف السنين تواصل، ووسائط الإعلام العربية هدفها النهوض بالأيديولوجية العربية الإسلامية في أوساط الشعب القبائلي، والمقاهي الأدبية والجمعيات الثقافية والصحف القبائلية أقفلت، والقبائليون الناشطون على الوسائط المجتمعية يراقبون عن كثب. وإذا سولت لهم نفسهم الحديث عن القبائل أو أظهروا العالم القبائل يزج بهم في السجون اعتباطيا ودون محاكمة. أكثر من 500 بريء قبائلي في السجن. ووجودنا هنا في إطار هذا الجمع الكريم وإدانة المحاولات المستمرة للنظام الجزائري لاجتثاث الشعب القبائلي بكل الوسائل الممكنة، ومن خلال التعريب الجائر والمفروض والإخراسي الإعلامي للقبائل. توصيتنا هي أن على الجزائر أن تكف فورا عن الترهيب الشرطي والعسكري، والتوقف فورا دون شرط عن سجن السجناء الرأي السجناء السياسيين والإفراج عنهم. وينبغي أن تقبل. انتهى وقتك. والمتحدث التالي هو أزاروش سوليدير. السيدة الرئيسة، في 2003 استهدفت منطقة القبائل، وهذا الاستهداف وهذا التهجم أدى إلى وقوع العديد من الضحايا والإصابات، والرئيسة تقاطع. Stop the speaker. Thank you. And the permanent representation of Algeria has a point of order, please. شكرا سيدة الرئيسة. مرة أخرى نعتذر، ولكن نضطر إلى طلب نقطة نظام لعدم تقيد المتحدث بتوصياتكم المتكررة باستخدام مصطلحات الأمم المتحدة عند التحدث في هذا المنتدى. ونلاحظ مرة أخرى إساءة استخدام هذا المنبر الأممي لبث مغالطات وأكاذيب وافتراءات وإثارة أجندات انفصالية لا تتوافق البتة مع مبادئ وأهداف الميثاق الأمم المتحدة، ولا مع إعلان الأمم المتحدة المعني بالأقليات، لا سيما في مادته 8، ولا مع عنوان هذا المنتدى والذي يصبو إلى تعزيز التماسك والمساواة والإدماج والمشاركة الاجتماعية للأقليات، ولا مع البند الثالث محل النقاش. لذلك نرى من أن المتحدث قد أخطأ العنوان، ونلتمس منكم سيادة الرئيس اتخاذ تدابير لفرض التقيد بمصطلحات والتسميات الرسمية للدول وفق ما نصت عليه الأمم المتحدة، وحتى لا يلوث المتحدث الأهداف والمقاصد النبيلة لهذا المنتدى. شكرا. حسنا، سأعطي الكلمة إلى المتحدث فلتواصل. شكرا السيدة الرئيسة. لم أبدأ خطابي السيدة الرئيسة ولم أفهم لما بدأ الوفد الجزائري بالتهجم علي. إذن أواصل. إن الشتات من بين صفوف القبائل كان منكوبا، واعتمدت قوانين جرمت القبائل. إذن مجددا، لحظة سيدي، هناك نقطة نظام أخرى من الجزائر. Merci Madame la Présidente. شكرا السيدة الرئيسة. مجددا، نفس الأشخاص يستخدمون تسميات رسمية أو تسميات غير رسمية غير معترف بها. هذه التسميات لا تحترم قواعد الأمم المتحدة، وبالرغم من التذكار المتكرر بضرورة الامتثال لهذه القواعد ولهذه التعليمات، نلاحظ أن هناك أشخاص يستغلون ويستخدمون هذا المنتدى لتعميم مبادئ واهية. السيدة الرئيسة، أطلب منك رجاء أن
تذكر هؤلاء بضرورة الانصياع لهذه القواعد. شكرا. الكلمة مجددا للمتحدث. أخذ علما بنقاط النظام. إذن أزيروش سوليدار، تفضلوا بالمواصلة. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. إن قانون 85 مكرر يمنح للسلطات الجزائرية سلطة مبالغ فيها، ولا تسمح هذه القاعدة للقبائليين أن يحصلوا على دعم من الشتات، علاوة على التحرش على النشطاء، الاعتقالات والانتهاكات الجسيمة والمقاطعة الاقتصادية والاعتقالات ونهب وسلب وتدمير الأراضي الزراعية، علاوة على أن هناك عديد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام. لماذا؟ لأنهم تجرؤوا على المطالبة بحقوق شرعية. إن المقررة الخاصة سيدة ماريلا لاوا قالت عن حق والرئيسة تقاطع. حبذا لو أنهيت مداخلتك. الجزائر نقطة نظام. Merci, Madame la... شكرا السيدة الرئيسة. من خلال بعثة دائمة في الجزائر، بلدي موجود في هذا المنتدى، ووجودنا خير مثال على احترامنا لهذا المنتدى، بالرغم من أن بلدي لا توجد فيه أقلية. أنا قبائلي أصلا، وبالتالي كون استخدم المتحدث كلمة استعمار، هذا لا يتماشى أبدا والواقع ولا يعكسه على الإطلاق. السيدة ماريلا لور المقررة الخاصة، فنتذكر أنها قابلت بزيارة مقررين آخرين. إذن نحن نصر على استخدام نقطة النظام. هذا مؤسف طبعا، ولكن لا بد لي أن أذكرك مجددا السيدة الرئيسة، لو سمحت لي بأن تذكري للمتحدث ضرورة التقيد باللغة اللائقة وضرورة التقيد بقواعد الأمم المتحدة، لا سيما عندما تستخدم التسميات الرسمية للبلدان. شكرا. شكرا. وقبل أن نعطي الكلمة إلى المتحدث، أود فعلا أن أطلب من كل من الوفود، من كل من المتحدثين الذين سيأخذون الكلمة، أن يتناولوا موضوع حقوق الإنسان على أساس الاحترام المتبادل، وأطلب منهم أن يتقيدوا والقواعد والتدابير والمبادئ المعمول بها في الأمم المتحدة. حبذا لو امتثلتم للغة الرسمية وللتسمية الرسمية المعمول بها هنا في الأمم المتحدة عندما تنطقون تسمية الدول. وبهذا أود أن أعطي الكلمة مجددا إلى المتحدث. إذن لدينا توصيات السيدة الرئيسة، وضع حد لتجريم حركة ماك التي تطالب بممارسة حق تقرير المصير، والرئيسة تقاطع. هناك نقطة نظام أخرى من الجزائر. مرة أخرى السيدة الرئيسة، استخدام هذا المنتدى كمنصة للتحدث عن برامج انفصالية تؤمن بها بعض من المنظمات غير الحكومية، واستغلال هذا المنتدى للمطالبة بتطلعات والتحدث نيابة عن حركات انفصالية وإرهابية هنا في هذا المنتدى. هذه المسألة خطيرة للغاية. مجددا ينبغي أن تذكروا المتحدث بضرورة احترام القواعد. يجب أن تذكروه بأهداف هذا المنتدى. هذا ضروري لكي تجرى هذه الأعمال في بيئة سليمة، ولكي نتمكن من التوصل إلى استنتاجات بناءة. شكرا. Thank you. شكرا. أخذنا علما بنقطة النظام سيدي.
رجاء الكلمة إذن للمتحدث 6 ثواني. شكرا. ينبغي إلغاء القانون الذي يجرم حركتنا. شكرا.